اللهم صل وسلم على رسول الله عليه أفضل الصلاة والسلام. اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. منورني في روتين جديد وفيديو جديد. تعالوا بقى النهاردة مش هنعمل تنظيفة عادية، هي تنظيفة بتتعمل كل فترة. أولا الستاير دي كان بقالها فترة عايزة تتغسل ومش دايما بنغسلها. هنا هي معمولة على خشب، هكنسه بقى، شايفين كمية التراب اللي طالعة؟ بكنسها بالمكنسة، مش نجيب بقى الريشة وننضف وكده ونملى الدنيا ونفسنا تراب. لأ، ايه المشكلة اما ننضف على نظافة؟ مادام في تكنولوجيا وفي دلوقتي نقدر ان احنا نشفط بالمكنسة اي تراب، فايه المشكلة اما تكون في اي حاجة نقدر نستخدمها هتسهل علينا التنظيف وهتسهل علينا حياتنا عموما. هي مش هتلغي الحاجة اللي هنعملها، هي بس هتسهلها وهتساعد ان لو اي حد عنده حساسية او اي حد، التراب طبعا بيخنق اي حد يا جماعة، مش لازم بقى عشان ننظف حاجة نخرج خلصانين. هنا انا فكيت مدبساها بالدبابيس، دباسة الخشب، عندي دباسة للخشب وبتفيدني في كل حاجة، يعني اللي متابعني دايما بستخدمها في حاجات كتير في حياتي. انا هنا ما حولتش دي لماسورة عادية، لان بقى قلت الموضوع يعني بيتعمل كل فترة، بفكها كل فين وفين، هي شيفون مش بتبقى تقيلة كده في التعامل معاها. انا بشيل بقى الدباسات منها علشان اما اجي ادبس مرة تانية بامر الله تتحط كده دباسات، يعني ما تقطعش الشيفون وكده يعني. هيقولوا لي بقى ان انتي بتنضفي بالريشة على طول الخشب وكده في الفيديوهات بتاعتك، بتبقى التراب اللي موجود خفيف، لكن تراب زي ده كده بقاله فترة، يعني بقاله كذا شهر، سنة واكتر كمان محطوط فوق الخشب، فاكيد هيبقى تراب. لو جيت عملت بالريشة هيعفر جامد يعني. هتسألوني بقى الستارة دي ليه ربطاها كده؟ هقول لكم ان هي كانت الجرايات يا جماعة، البلي اللي بيبقى في الجراية بتاعت الستارة كان اتقطع، يعني كانت كسروا، فراحت الستارة وقع، الدبلة بالستارة راحت وقع، فبقت طويلة كده في الأرض ومفيش تاني جرايات أصلا. فقعدت فترة على ما لقيتها عند واحد بتاع الستاير، وبعد كده قلت بقى ربطتها علشان ما تبقاش كده في الأرض، وقلت ان شاء الله بقى هما اغسلها. فضلت ربطها بقى علشان على ما ابقى اجيب الدبل، ما لقيتش دبل كانت متاحة عندي يعني. فالحمد لله الدبل متاحة وهتتغسل وتتحط على نظافة. هنا بقى الستاير دي عشان هي شيفون، فانا لما بغسلها بتكون بقى ريحتها حلوة، بعلقها على طول، مش بنشرها في البلكونة لان هي اصلا بتبقى خفيفة وبتنشف على طول، بتتحط مكانها على طول بتنشف. انا هنا بتأكد ان مفيش اي دبابيس خالص موجودة لو في الخشب ولا في الستارة، علشان اما تتغسل ما تتقطعش. خلي بالكم يا جماعة لو عندكم ستاير كده بتستخدموا لها الدباسات دي، خلي بالكم علشان ما تتقطعش معاكم، وعلشان الدبابيس زي دي ممكن تعمل صدى كمان في الغسالة. دلوقتي بقى التراب اللي موجود هنا خفيف، يعني هستخدم له الرياشة عادي، وهبدأ كده تلميع. لازم التراب يا جماعة باستمرار موجود يوميا، وبما ان البلكونة جوه الأوضة فهنبدأ بيها أول حاجة علشان ما تبهدلش الأوضة، تنظيفة كده عميقة حلوة. وهوريكم إن شاء الله إزاي أنا هرجع بأمر الله خشب الأوضة زي ما يكون لسه جديد. أكيد دايما بتحبوا تلمعوا خشب الأوضة، واستخدمت بصراحة أنا منتجات كتير، لكن فعلا المنتج ده أبهرني، فقررت ان انا اشارككم التجربة بتاعتي. وبما ان البلكونة بتبقى معرضة للهواء من الشارع، يكون التراب بتاعها تقيل، فافضل حاجة ان انت تستخدمي المكنسة. جربوا يا جماعة تستخدموا المكنسة تشفطوا بيها اي تراب تقيل موجود عندكم، مش بس السجاجيد، لان فعلا صح انا عندي حساسية في مناخيري، لكن غلط عليها التراب يعني. لكن برضو انتوا ليه تستخدموا المقشة تعفروا نفسيكوا وتبهدلوا نفسيكوا؟ حلوة جدا، جربوها هترتاحوا معاها جدا يعني. كل فترة يا جماعة لازم نخرج الملايات والبطاطين والكوفرتات والسجاجيد والمخدات في الشمس، لأن الشمس بتقتل البكتيريا والجراثيم، وكمان لو في أي حد عيان بتقتل الفيروسات اللي هتخلي الأشخاص يتعدوا من بعضهم. فطبعا في وجود أي حد عيان نعمل تهوية يوميا في المكان، وكمان نخرج أغراضه الشخصية زي المخدات والبطاطين في الشمس. وبما ان احنا دايما بنكنس السجاجيد بالمكنسة، فالنهاردة جه دور اليوم اللي هتتحط فيه في الشمس.
تقريبا كل شهر حلو جدا انك تخرجي السجاجيد في الشمس. وكمان هخرج الكوفرتا كده هنضفها، وهي كمان هتخرج مع المخدات. بس هغير الاول الكسوة بتاعة المخدات، لاني انا هغير اصلا كسوة السرير الملاية والغيار المخدة. هنا الفكرة اللي انا بشيل بيها كسوة المخدة يا جماعة، دايما بنحتاج حد يساعدنا في ان احنا نركب كسوة المخدة. خدوا بالكم كده من طريقتي وانا بلبس المخدة الكسوة بتاعتها، علشان هتسهل لكم ان انتوا لو المخدة ضيقة او فايبر زي اللي انا هركبها دي بتسهل معايا التركيب، لان مش دايما بيبقى في حد معايا بيساعدني في تلبيس المخدة. الشمس يا جماعة مش بتبقى موجودة في كل البلكونات في نفس الوقت، هي بتيجي عندي الساعة 2 قبل العصر ساعة وبتمشي، فأنا بشوف الوقت اللي هي هتيجي فيه وبخرج الحاجة على الميعاد ده. فكل واحدة بقى بتبقى واخدة بالها امتى الشمس بتيجي علشان تحط الحاجات في الشمس. وبالنسبة للوقت المناسب علشان تتغير فيه ملاية السرير، الخبراء أجمعوا إن أفضل وقت في الصيف كل 7 أيام، يعني كل أسبوع، لأن الرطوبة بتكون عالية بتساعد على انتشار الجراثيم. وسبحان الله الشمس بتبقى موجودة في الصيف علشان تقتل الجراثيم والبكتيريا، علشان كده بنقول التهوية ونحط الحاجات دي في الشمس لو هي مش بتدخل الأماكن دي. طيب بالنسبة للشتاء تتغير، قالوا الخبراء ان هي تتغير كل 10 ايام افضل حاجة ليها. وكان الرسول عليه الصلاة والسلام اما يجي ينام قبل النوم كان بينفض سريره 3 مرات الفراش بتاعه، وكان كمان بيقول بسم الله، وبعد كده بينام على الجانب الأيمن عليه أفضل الصلاة والسلام. وكان بيقول باسمك ربي وضعت جنبي وبك أرفعه، فإن أمسكت نفسي فارحمها، وإن أرسلتها فاحفظها بما تحفظ به عبادك الصالحين. طبعا يا جماعة كمان في أذكار للنوم، ياريت لو تواظبوا عليها. بجد هتاخد منكم وقت في الأول ان انتوا لو مش متعودين عليها، لكن لو واظبتوا عليها اللي عايز حاجة مرة على مرة بأمر الله بيقدر ان هو يعملها. طيب وما تنسوش سورة الملك يوميا. طيب ايه فضل سورة الملك؟ لو اتقرت يوميا فضلها ان هي بتقي الانسان من عذاب القبر. الأول كانت الأذكار بتبقى مكتوبة وورد القرآن مكتوب في أوراق صغيرة كده، لكن دلوقتي بقى التطبيقات دي موجودة على الموبايلات، تقدروا ان انتوا تحملوا القرآن المصحف او برضو الأذكار في كتير من التطبيقات. اختاروا التطبيق اللي يريحكم وحملوه. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. بتعملي ايه بقى دلوقتي يا نانسي؟ جبت شوية مية، حطيت شوية من الخل وعليهم شوية من أي معطر عندك، وشوية كمان من أي جل لغسيل الملابس أو لغسيل المواعين، أي صابون سائل لغسيل المواعين. وجبت كده المساحة بتاعتي اللي أنا بحب أمسح بيها، وجبت غيار جديد وبدأت إن أنا ألمع الحيطان. الحيطان طبعا قدامكم كده شكلها نظيف، لكن هي يا جماعة لأ، كل فترة كده بتلم شوية تراب. هنلمع بقى كده جزء جزء واحدة واحدة لحد ما نخلص كل الحيطان. وبيبقى فيه بصمات بقى كده على السقف كمان مطرح ما بنغير اللمض او بنجري ورا ناموسة عشان نحاربها كده ونخبطها بأي حاجة تروح لازقة في الحيطة او لازقة في السقف. وكمان لو هنطلع التلفزيون مثلا هنغير سلك تلفزيون، البصمات بتيجي في كل حتة، يعني مش لازم بإيد بصمتك انتي، اي حد ايه بيتعامل في الحياة لازم يسيب بصمته. فاحنا بقى علشان الحاجات ما تتكومش كده كل فترة بننضفها بالمساحة زي دي. مساحة بتسهل الحياة، هي مش بس المسيح الأرضيات، بتسهل الحياة. وقلت لكم قبل كده ووريتها لكم في فيديوهات كتير قد ايه هي طبعا آخر كام سنة كترت جدا بالجردل بتاعها. انا هنا دي هي بتتعصر كده لوحدها، وانا الجردل اللي انا وريته لكم كده في الاول ده كان عندي، لكن هي بتتباع كتير منكم عارفها، بتتباع المساحة بالجردل بتاعها، وأنواع منها كتير جدا بجد روعة يا جماعة. مش بس زي ما بقولتلكوا كده مسيح أرضيات، سقف بقى تلميع، أي حاجة تزعف السقف، تلمع السقف، تمسح المطابخ، حيطان المطابخ، حيطان الحمام،
عايزة اي حاجة تاني كمان تستخدميها فيها فكري لها واستخدميها، مش هتقولك لا. هنا حوالين اللمض اهو في السقف انا يعني غسلت المساحة وعصرتها، وعلى ان السقف ابيض علشان هي انا هوريكم دلوقتي المية بقت لونها ايه. خلاص علشان ايه هتقولوا ايه ده شكل الحيطان نظيفة، لا مش نظيفة ولا حاجة. شوية تراب كده حلوين هيطلعوا في المية، وانتوا شفتوا المية في الاول كانت شفافة تماما. هوريها لكم دلوقتي بقى شكلها ايه. انا كل ما بمسح جزء بشرف المساحة بغسلها في الجردل وبعصرها. شايفين بقى يا جماعة هنا المية اتعكرت ازاي. يلا بقى علشان نلمع الأوضة. ده الجلافز اللي انتوا عارفينه، وجبت هنا لاستر يا جماعة لتلميع الخشب. بجد اول مرة استخدمه وابهرني جدا، رجع خشب الأوضة اكنها لسه جديدة. القطعة اللي انا ماسكاها دي كانت من جهاز قبل كده انا كنت جايباه اسمه اكس 5، زي الجلافز بتاع التلميع او التنظيف. انا هلمع بجزء وهكمل بقية الأوضة بالجلافز العادي علشان محدش يزعل، لان القطعة دي مش متاحة عند اي حد. زي ما قلت لكم الاكس 5 دي كانت عندي قبل كده، كانت حلوة جدا بس للأسف باظت بسرعة لان هي كانت نوع صيني. هنا بقى انا لمعت اهو علشان انتوا لما تيجوا تلمعوا بنفس الطريقة كده تقولوا احنا ما عندناش القطع زي اللي عند نانسي. فعشان كده انا عشان ما ازعلش حد انا قلت ايه هكمل بقية التلميع بجوانتي التنظيف عادي. شايفين هنا التلميع هنا قبل، انا بصور لكم كان قبل شكله ايه، وهوري لكم دلوقتي بعد شكل ايه. طبعا اي تلميع لازم بتلمعوا بالريشة الاول التراب، وبعد كده بتبدأوا بتلميع الملمع. شايفين يا جماعة بسم الله ما شاء الله اللهم بارك، الأوضة رجعت بتبرق تاني. مشيت بقى انا السرير وكل حاجة في الخشب مسكتها. احسن حاجة فيه ان احنا ممكن نبخ على القماشة بس شوية، مش بنحط على الخشب على طول. بتبخي على القماشة وهي بتلمع معاكي بقية الأوضة كلها. لكن هنا أنا في أوقات كنت بجيب البخاخة وببخها، لأن عندي في حفر في معظم قيم الأوضة. زي ما انتوا شايفين كده القيم دي محفرة وفيها تراب بيدخل جوه بيركن. وتقدروا برضو تلمعوا اي قطع عندك خشب. الفانوس زي ما وريتكم كده السلس برضو. هنا الراوتر خدته معايا. كل حاجة فيها خشب بتلمعه وبتخليه بيبرق زي الفل. هلمع العروسة هنا بالملمع العادي، يعني العروسة ملهاش نفس تتلمع علشان هي محطوطة كده، فطبعا مكان البلاستيك فيها بتبقى بيتوسخ. لازم نديها برضو اي نوع من الاهتمام هي كمان. لمعتها عادي بملمع الازاز. عايزه اقول لكم بقى حاجه عن الاكس 5. هتقولوا ايه الاكس 5 دي؟ الاكس 5 دي جهاز بيشتغل بالبخار، معاه ممسحه ومعاه قطعه اللي انتوا شفتوني وانا بلمع بيها الخشب. بتركب في الجهاز وبيطلع منها بخار، بتلمع لكم بقى حيطان المطبخ، السيراميك، في اي مكان. بتستخدموا قطعه المساحه دي، هي كانت 5 قطع عشان كده هي اسمها اكس 5. مساحة وقطعة كمان بتقدروا ان انتوا تلمعوا بيها الدهون في البوتاجاز واي رواسب موجودة في اي مكان، اي دهون. شايفين هنا بقى قفلت النور علشان هلمع الدلايات كده. هي كمان خلي بالكم يا جماعة علشان اماكن الكهرباء ما يحصل لكوش اي مشكلة، ربنا يعيننا جميعا يا رب ويسترها معانا. فهي كانت بصراحة الاكس 5 كانت تحفة، تحفة فوق ما تتخيلوا. كانت تقريبا بتعمل كل حاجة في البيت. يعني امسح بيها السيراميك، يعني مش هحتاج المساحة اللي انا بتعامل بيها دي قدامكم. اما اجي عشان اغسل بوتاجاز استخدمها، اما اجي علشان الحفر اللي ما بين السيراميك برضو بتخليها بتلمع. شوية مية بس سخنة بتحطيها فيها وكانت بتلمع كل حاجة. بس للأسف زي ما قلت لكم علشان هي كانت نوع صيني فباظ بسرعة، لكن في منها أنواع مستوردة. دايما أنا بفضل في الأجهزة أي جهاز لازم نوع مستورد، سواء تلاجات غسالات بقى. يعني الحاجات دي كلها أحلى حاجة المستورد بيعيش معاكي سنين، لكن دي ما قضتش معايا سنة بالظبط وباظت للأسف. وكان كمان معاها قطعة لكوي الملابس بالبخار، وقطعة ان احنا نمشي بيها على فرش الصالون، وفرش الستاير برضو البراءة التقيلة. فزي ما بقول لكم كده يعني كانت بتعمل كل حاجة، كل حاجة حرفيا بتعملها. وكانت بتعمل كل ده بشوية مية بس بنحطها فيها وخلاص.
يعني مش بتحتاج اي نوع من المنظفات، يعني بتنظف وبتعقم بمية بس، لان المية السخنة عموما بتعقم اي حاجة. زي ما انتوا بقى شفتوا وانا بفرش الملاية على السرير ودخلت المخدات، الدنيا كانت ضلمت هنا بالليل، بس انا فضلت سايبة بقى المخدات والفرش بره في الهوا لحد ما خلصت تنظيف الأوضة علشان ادخل كل حاجة على نظافة. دخلت كده خلاص السجادة بعد ما الأرض نشفت، وجبت الستاير بقى وهبدأ ان انا ادبسها تاني، وهركب بقى البلي والحاجات الجديدة والجريات بتاعتها، وهظبط كل حاجة زي ما كانت علشان اعلقها. شايفين بقى ما شاء الله بقت لونها فاتح وزاهي ازاي. كانت الاول مغمقة كده شوية، يعني كانت لما تراب، لكن دلوقتي نورت. النظافة يا جماعة برضو بتفرق كده مع الواحد، وبتخلي ايه نفس الواحد كده تتفتح عن تنظيف. يعني صح الواحد خد كام ساعة، يعني شايفين كانت الشمس موجودة لحد بالليل. فالحمد لله ربنا يقدرنا كده ويعيننا، ودايما ننظف ودايما نقدر ان احنا نشيل نفسنا. هنا بقى الستاير ما تقولوش بقى ان انت بتكوي ستاير. لا على فكرة يا جماعة، انا علقت قدامكم التاج زي ما انتم شايفين لقيته مفرود، لكن هنا للأسف الستارة علشان كنت ربطاها فترة طويلة فمكسرة زي ما انتم شايفين. فاما هعلقها بقى كده هتتعب نفسيتي بالتكسيرة بتاعتها دي. فقلت ايه ترويق بترويق بقى، وجبت بقى ترابيزة المكوى وقلت بسم الله توكلت على الله، يلا بقى كده ايه. قعدت اكوي بقى ايه شوية كده حلوين لحد ما الحمد لله خلصت الستارة. لو كانت بقى الاكس 5 موجودة دلوقتي كان زماني بقى علقت الستارة وكويتها، كانت هتبقى اسهل طبعا من ان انا اكوي كده بالمكوى قطعة قطعة، لان ايه الكوي بالبخار احلى واسرع بكتير. هتقولولي المكوى اللي انتي بتستخدميها دي بالبخار برضو، اقول لكم تمام ماشي، بس لازم نضغط على قطعة قطعة كده زي ما انتوا شايفين. لكن المكوى التانية البخارية دي بتبقى سهلة، انا جربتها يعني في اكس 5 فكانت استخدامها اسهل. لو وصلتوا معايا لحد اللحظة دي واول مرة تنوروني، فضلا وليس امرا الاشتراك في القناة، وعندي فيديوهات تانية في القناة كتير يا رب تعجبكم. كويت الستارة الحمد لله وقمت علشان اعلقها، وهظبط بقى كده الستاير وهقفل بقى الازاز. خلاص كده هنظبط شكل الاوضة اخر حاجة، اللمسات الاخيرة. ما شاء الله اللهم بارك. شايفين برضو يا جماعة كانت الى حد ما نظيفة، بس لا، نظافة عن نظافة تفرق. لازم التلميعة اللي هي كل فترة دي تتعمل. شايفين مش لازم كل عيد، كل ما تحسي ان الأوضة كده محتاجة تتعمل تعمليها. ما شاء الله اللهم بارك. احساس مختلف واحساس تاني. هنبخ بقى معطر، بالرغم ان الستاير لسه مغسولة وريحتها حلوة، بس مفيش اي مشكلة. اما نزود الحلاوة بحلاوة المعطر كمان. بنبخ على الملاية معطرات فريدة بصراحة جميلة جدا، وعلى الستارة كده بتفضل تعطير الأوضة شوية حلوين. ما كفاية كده بقى، بس لا في غسيل يا جماعة لازم يتنشر. بسم الله الرحمن الرحيم كده وايه. الواحد طبعا اخر اليوم خلاص كده اللي هو ايه باقي شوية طاقة خالص، يعني يمكن خلصت بس لازم ننشر. بسم الله كده ومنشري معايا. مين زي كده بيحب دايما وقت الصيف او الخريف انشر بالليل علشان بالنهار بيبقى حر وشمس، واما بيجي الشتاء بحب ان انا انشر بالنهار علشان بالليل بيبقى الدنيا برد بزيادة، وتلاقي نفسك بقى جالك برد بسبب ان انتي خرجتي نشرتي بالليل. طب ليه؟ طيب احسن وننشر الشتاء بالنهار وفي الصيف ننشر بالليل. يا رب يكون الفيديو النهاردة خفيف على قلبكم، يا رب الفيديو يكون قدرت اوصل بيه اي فكرة واي معلومة جديدة او افيد بيه اي حد. في نهاية الفيديو بتمنى منكم فضلا وليس امرا لو عجبكم الفيديو ما تنسوش تشيروه لكل اصحابكم وحبايبكم، وانتظروا مني بامر الله فيديوهات جديدة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.